في أعماق الكون الشاسع، حيث تختبئ العجائب خلف النجوم البعيدة، توجد عوالم لا يمكن للعقل البشري أن يتخيلها بسهولة. عوالم تتحدى قوانين الطبيعة كما نعرفها، وتكشف لنا أن الكون أكثر غرابة مما نظن. ومن بين هذه العوالم المذهلة يبرز كوكبان استثنائيان. الأول هو كوكب ناري جليدي غريب يدعى كيه 2-141 b، والثاني عالم خفي غامض يعرف باسم TWA7b. لنبدأ رحلتنا مع الكوكب الأول، كوكب كيه 2-141 b. عالم يمكن وصفه بأنه جحيم كوني لا يشبه أي شيء نعرفه على الأرض. يقع هذا الكوكب على بعد مئات السنين الضوئية من كوكبنا، ويدور حول نجمه بسرعة مذهلة، حيث يكمل دورة كاملة في أقل من 7 ساعات فقط. نعم، يوم واحد على هذا الكوكب أقصر من ليلة على الأرض. هذا القرب الشديد من نجمه يجعل درجة الحرارة على سطحه تصل إلى أكثر من 3000 درجة مئوية، وهي حرارة كافية لإذابة الصخور وتحويلها إلى محيطات من الحمم. ليس هذا فقط، بل إن الصخور نفسها تتبخر لتكون غلافا جويا من البخار الصخري. تخيل غلاف جوي مكون من صخور متبخرة. وعلى هذا الكوكب الغريب يحدث شيء أشبه بالخيال العلمي، دورة طقس كاملة، ولكن بدلا من الماء هناك دورة من الصخور، حيث تتبخر الصخور في الجانب المواجه للنجم، ثم ترتفع إلى الغلاف الجوي، وبعدها تنتقل إلى الجانب المظلم والأبرد من الكوكب، وهناك تتكثف وتسقط على شكل أمطار من الحمم والصخور المنصهرة. نعم، أمطار من الصخور. والأكثر غرابة أن هذا الكوكب مقيد جاذبيا بنجمه، مما يعني أن جانبا واحدا منه يواجه النجم دائما، بينما يظل الجانب الآخر في ظلام دائم. هذا يخلق فرقا هائلا في درجات الحرارة بين الجانبين، حيث يكون أحدهما جحيما مشتعلا، والآخر أقل حرارة بكثير، لكنه لا يزال قاسيا وغير صالح للحياة. أما الرياح على هذا الكوكب فهي ليست عادية أيضا، بل رياح تفوق سرعتها 5000 كيلومتر في الساعة، تحمل معها بخار الصخور عبر الكوكب، في مشهد لا يمكن أن يوجد إلا في أكثر الكوابيس العلمية تطرفا. هذا العالم الناري الجليدي رغم قسوته يمنح العلماء فرصة فريدة لفهم كيفية تشكل الكواكب الصخرية وتطورها تحت ظروف قاسية، وربما يساعدنا في فهم مستقبل كوكب الأرض نفسه في حال تغيرت الظروف بشكل جذري. والآن دعونا ننتقل إلى العالم الثاني، كوكب TWA7b. عالم يختلف تماما عن الكوكب الأول، لكنه لا يقل غموضا وإثارة. كوكب TWA7b يعتبر من الكواكب التي يصعب رصدها بشكل مباشر، وهو يدور حول نجم شاب محاط بقرص ضخم من الغبار الكوني. هذا القرص يجعل الكوكب أشبه بشبح مختف داخل سحابة كثيفة، لذلك أطلق عليه البعض لقب العالم الخفي. ما يميز هذا الكوكب هو أنه لا يرى بوضوح كما نرى الكواكب الأخرى، بل يتم استنتاج وجوده من خلال تأثيره على الغبار والمواد المحيطة به، حيث يخلق فجوات واضطرابات في القرص النجمي، وكأنه يترك بصمته دون أن يظهر بشكل مباشر. وهذا النوع من الكواكب يمنح العلماء فرصة لفهم المراحل المبكرة لتكون الأنظمة الكوكبية، حيث يمكننا رؤية كيف تتشكل الكواكب من الغبار والغاز، وكيف تبدأ في تنظيف مداراتها من المواد المحيطة. ويعتقد أن كوكب TWA7b قد يكون عملاقا غازيا في طور التكوين، أو ربما كوكبا حديث الولادة لم يستقر بعد، وهذا ما يجعله واحدا من أكثر الأجسام إثارة للدراسة في علم الفلك الحديث. النجم الذي يدور حوله هذا الكوكب هو نجم صغير نسبيا، لكنه نشط ومحاط بقرص ضخم من الحطام، وهذا القرص هو المفتاح لفهم طبيعة الكوكب، حيث يعمل كمرآة تعكس تأثيراته غير المباشرة. ومن خلال التلسكوبات الحديثة
مثل تلسكوبات الرصد المتطورة، استطاع العلماء تحليل الضوء القادم من هذا القرص، واكتشاف أن هناك جسما ضخما يؤثر عليه، مما أدى إلى ترجيح وجود هذا الكوكب الغامض. وعلى عكس كوكب كيه 2-141 بي الذي يمثل نهاية متطرفة للكواكب الصخرية، فإن كوكب TWA7 بي يمثل بداية قصة الكواكب، حيث نراه في مرحلة التكوين قبل أن يصبح عالما مستقرا. وهكذا بين كوكب يحترق بالصخور المنصهرة وآخر يختبئ داخل سحب الغبار الكوني، ندرك أن الكون مليء بعوالم لا تخضع لتوقعاتنا، وأن كل اكتشاف جديد يفتح بابا لمزيد من الأسئلة. هل يمكن أن توجد كواكب أغرب من ذلك؟ هل هناك عوالم تحمل أشكالا للحياة لا يمكننا تصورها؟ وهل يوما ما سنتمكن من زيارة هذه الأماكن؟ أم ستبقى مجرد أسرار بعيدة في أعماق الفضاء؟ الكون لا يتوقف عن إدهاشنا. اكتشفنا أننا لا نعرف سوى القليل، وأن الحقيقة دائما أغرب من الخيال.